أول شيء هذه فرحة للجميع أمانة، والفريق المغربي أمانة منتخب المغرب كانوا أبطال في المباراة السابقة، وتأهلهم صراحة فخر لجميع العرب وفخر لنا كلنا. اليوم حبينا احنا في خيمتنا مجلسنا مجلس بلدية الريان ان نرحب ونحتفل مع الجمهور المغربي، الجمهور العزيز علينا بهذه المناسبة اللي فرحت الجميع، ونرحب أمانة في الجميع مثل ما رحبنا بهذا بالمجلس بجميع جماهير البطولة. طبعا مؤخرا كانوا متواجدين معنا جمهور الأرجنتين، وإن شاء الله نحتفل مع بجمهور المغرب المرات الجاية بإذن الله. بعد الحمد لله فضل الله جهودنا أثمرت جهود سنوات. يعني وزارة البلدية، نتكلم عن وزارة البلدية، كنا يعني احنا كنا نعمل كفريق واحد. عملنا بورش عمل كانت شغالة على مدار الساعة، حتى في خلال الإجازات الرسمية غرف الطوارئ شغالة 24 ساعة. الحمد لله فضل الله اليوم قاعد نقطف ثمار هذه الجهود، من تنظيم، من نظافة، من حدائق عامة، من تزيين، من تجميل. هذه يعني جهود سنين، والحمد لله ربي أكرمنا فيها. ربي أكرمنا الحمد لله والله. يعني فضل الله يعني كلنا من قيادتنا الرشيدة لأقل موظف، من مواطن، من مقيم، كل ساهم في نجاح هذه البطولة. والحمد لله يعني البطولة بشهادة الجميع، يعني ما كنا يعني توقعنا النجاح، بس ما شاء الله النجاح يعني صار مبهر أمانة. يعني أنت اليوم تتكلم عن دولة عربية، دولة يعني عزيزة علينا أمانة، كل الدول العربية عزيزة علينا، ولكن صعود وتميز فريق المغرب بهذا بالإنجاز هذا بصراحة فرحنا جد كلنا، يعني من كبيرنا من صغيرنا. حتى الوالدة عندي في البيت ما شاء الله فرحانة بوصول المغرب، وإن شاء الله تتأهلون للدور الأربعة بإذن الله. أهنيكم على الأبطال، وأهنيكم اليوم ترى قطر والمغرب، قطر بلدكم الثاني. رسالتي لهم نرحب فيكم، فرحتونا، وإن شاء الله يعني تزورون قطر وهي بلدكم الثاني، ومرحب فيكم وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات الجاية بإذن الله. رئيس الرابطة ديال الجالية المغربية، مرحبا بك هنا، وشرف لنا أننا نكون معكم، وأكيد أنكم فرحانين درتوا هذه المبادرة. كيف جات هذه المبادرة ديال اليوم؟ هذه المبادرة هذه في الحقيقة احنا درناها باش نبينوا نعبروا على الفرحة ديالنا بالتأهل الفريق ديالنا وأسود الأطلس إلى الربع النهائي. وصراحة كانت هذه واحد المتنفس لمجموعة العائلات يجوا لهنا في واحد الحديقة يعبروا فيها عن الفرحة ديالهم. وراك عارف يعني انا هنا في الدوحة قلبا وقالبا مع الشعوب العربية، كل شيء كيشجع معنا في المغرب. بالحقيقة يبقى الجمهور المغربي هو له النكرة الخاصة به، وهالشيء هذا كنهدو الفوز وفرحة ديال الفوز لجلالة الملك نصره الله بهذا التتويج، وإن شاء الله للقدام إن شاء الله. وما عندي ما نقول لك غير سير 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 كما قال الركراكي. شنو تقول للجمهور المغربي؟ نقول لهم ان شاء الله يا ربي تكمل الفرحه ديالنا ونمشوا بعيد في هذا الشيء هذا. وكنشكروكم وكنشكروا جميع الصحفيين ديالنا اللي كيجي كيغطوا هذا الشيء هذا، الاحداث الرياضيه هنا في الدوحه. تحيه للحضور ديالها والمشاركه ديالها والتشجيع ديالها بالاساليب المغربيه المعروفه، وكذلك والاحترام ديالها للتدابير اللي وضعتها السلطات القطريه. فتحيه كبيره للجمهور المغربي، واللي هو اتت هذه الملاعب، ملاعب جميله، ملاعب فريده من نوعها، ولكن الجمهور المغربي اثار انتباه واستحسان الجميع. الالوان الوطنيه بالاهازيج بالشعارات ما يسكتش ولا ثانيه. فتحيه للجمهور المغربي. الحمد لله. سمو الامير الله يحفظه قال بان هذه بطوله كاس العرب، صحيح، مش فقط كاس العالم، هي كاس العرب، والمشاركه المغربيه تتعطي واحد القوه لهذه الدوره، وكتبين بانه العرب حاضرين وغيبقاو حاضرين ان شاء الله. وكذلك الجمهور، ماشي فقط الجمهور المغربي، هناك جماهير عربيه كتساند النخبه الوطنيه، فتا هي كنشكروها، تحيه للكل، وكنطلبوا منها تشجعنا اكثر. نعم شكرا. Because the best country
country and strongest country, and Morocco will win the World Cup. And Spania airport this way. Spania is now losing and Canada are losing. Morocco will win in the all World Cup.